السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ودايما في سعادة وفي أحسن حال. حضرنا مع بعض في القناة فطاير بحشوة طعمها رائع جدا وبشكل مميز وجديد. والنهاردة إن شاء الله هنعمل فطاير بحشوة اقتصادية جدا وعلى قد إيدينا. مش محتاجين أكتر من شوية دقيق وأي خضار موجود في تلاجتك، وهتعملي أحلى فطاير. أي حد هيدوقها هيشكرك عليها جدا. طعمها روعة وطرية وهشة وخفيفة، وطعم الحشوة فيها في منتهى الجمال. اعمليها فطار او عشاء ووفري على قد ما تقدري. تابعي الفيديو الاخر علشان تعرفي كل الخطوات والتكات اللي متعودين نعرفها في كل وصفة علشان تضمني نجاحها من اول مرة. اتمنى منك اشتراك في القناة وتعملي لايك من ايديك الحلوين، ونسمي الله ونبدأ. في بولة او طبق عميق هننزل بكوبايتين من المية الدافية وزنهم 400 جرام، وهسيبلك المقادير بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف. صندوق الوصف اللي مش عارف مكانه بتضغطي على عنوان مرة، وبعد كده بتضغطي على عرض المزيد بتدخلي صندوق الوصف. وهنضيف عليها معلقة كبيرة من السكر وزنها 14 جرام، ومعلقة كبيرة خميرة فورية وزنها 12 جرام. وهنقلب المكونات مع بعضها لحد ما بندوب السكر مع الخميرة. في تركة مهمة هنا هقولك عليها، بنعملها علشان نتأكد ان الخميرة نشطة وشغالة معانا من غير ما نركنها وقت طويل. بالمضرب او اي معلقة موجودة عندك وقلبي جامد بالشكل ده. اول ما بيظهر فقاقيع او رغاوة على الوش بتعرفي كده ان الخميرة نشطة وشغالة معاكي، فبتكملي على طول باقي الخطوات. هنضيف تلت كوب من الزيت 75 جرام، ما يعادل 8 معالق كبار. استخدمي اي زيت موجود عندك، انا مستخدمة زيت تموين ونتيجته ما شاء الله زي الفل. معايا بيضة فاصلة فيها الصفار عن البياض، هنسيب الصفار على جنب لحين استخدامه ونغطيه بكيس او استرتش راب علشان ما ينشفش. وهنضيف البياض على العجينة، وهقولك ايه فايدته العجينة، ممكن تستغنى عنه ولا لا. وهنضيف معلقة كبيرة من الخل وزنها 10 جرام، وما تستغنيش عنها لانها بمثابة محسن للعجينة وبتطول من عمر المخبوزات وتفضل طرية معاك لكذا يوم. هنقلب الخليط لحد ما يمتزج مع بعضه كويس جدا. ولو حابة تستغنى عن البيض في العجينة مفيش اي مشكلة خالص، بس بصراحة بتزود من طراوة وهشاشة الفطائر وطعمها بيكون غني جدا. معايا 6 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول، دقيق لجميع الأغراض، وزنهم 750 جرام. هننزل بالدقيق على الخليط اللي حضرناه وهنقلبه بالسباتولا في الأول لحد ما بنتوه الدقيق شوية، وبعد كده هنستخدم ايدينا في العجن مفيش اي مشكلة. وبالنسبة للمية ممكن تستخدميها حليب لو انت حابة، او كوباية حليب وكوباية مية. سواء استخدمت مية او حليب تكون دافية لاننا في الشتاء، ولو في الصيف استخدميها مية عادية من الحنفية. تمام. في الوقت ده كنت ناسية الملح فضفته مفيش اي مشكلة خالص، نص معلقة صغيرة 3 جرام. تعالوا بقى نتكلم عن انواع الدقيق اللي ممكن تستخدميها. استخدمي اي نوع دقيق تكون مجرباه وحلو معاكي، اهم حاجة يكون له عرق، لان كل ما كان الدقيق له عرق قوي كانت المخبوزات نتيجتها احلى، وعمرها ما تفرش منك اثناء الخمر او التسوية، وكمان عمرها ما تبرول. نوع الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق احنا بنقول عليه دقيق زيرو او علامة اولى، انا بستخدمه في اغلب وصفاتي. احنا بيكون عندنا قمح بنغسله وننشفه وبعد كده بنوديه المطحنة فبينطحن، وبنستخرج منه علامة اولى اللي هي الزيرو، وعلامة تانية وكمان علامة سمرة او سن، فده بنستخدمه للعيش العادي. انت لو عندك زي كده استخدميه، فبيكون من احلى وانجح الدقيق اللي ممكن تستخدميه. بس تكوني متأكدة من انه عرق جديد، لان الغلة او القمح انواع، في منها له عرق ومنها ملهاش خالص وبتسيح، فده طبعا تستبعديها تماما. عندك انواع حلوة كتير زي دقيق الضحى والكوثر والطحان والاهرامات، ممكن تستخدمي اي نوع عندك. خدمنا العجينة كويس جدا لحد ما كانت طرية وناعمة وبنشدها كده فبتمط معانا. شايفين ملمس العجينة؟ اللهم بارك، حاجة كده ما شاء الله. وزي ما متعودين مع بعض طريقة تخميرنا السحرية اللي ما بنستغناش عنها في الشتاء، ما بتاخدش دقايق وبتكون العجينة ملت البولة تماما. في طبق غويط او اي حلة موجودة عندك يكون حجمها اكبر شوية من حجم البولة اللي فيها العجينة، بنحط فيها لتر من المية السخنة، بس مش بتكون سخنة قوي، يعني بتكون بدرجة ايدك تتحملها، وبنغطيها ونسيبها على جنب لحد ما بتخمر وبتضاعف حجمها. تعالوا بقى نجهز الحشوة اللي مفيش أطعم منها. هنحتاج لجزراية تكون مبشورة، وكمان حباية من الكوسة نكون برضو بشرنها، وبصلاية متوسطة متقطعة قطع صغيرة. وهنضيف كمان 100 جرام يعني حوالي 4 معالق كبار من الفراخ المفرومة أو متقطعة قطع صغيرة.
وضيفة في الأول كده عليهم معلقتين كبار من الزيت. هنشوحهم مع بعض كويس جدا، يعني لمدة 4 أو 5 دقايق مش أكتر من كده. طيب هتقوليلي انت قايلة ان الحشوة اقتصادية وليه ضايفة فيها فراخ؟ هقولك احنا ضايفين حاجة بسيطة جدا، يعني كمية لا تذكر. وبرضه هقولك ان طعم الخضار لوحده كفاية، جميل جدا ما شاء الله. كفاية ألوانه وطعمه وريحته، وكمان مغذي جدا. في الوقت ده هنضيف عليها التوابل: نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة توابل لحمة أو فراخ، نص معلقة صغيرة شطة ناعمة، ومعلقة صغيرة ملح. تقدري تضيفي أي توابل انت بتحبيها أو متوفرة عندك. وبعد ما قلبنا التوابل وشمينا أحلى ريحة، هنطفي عليها النار ونسيبها تبرد على جنب. هسيبكم ثواني تملوا عينيكم من جمال الطبيعة، وبعد كده نروح نشوف العجينة بتاعتنا أخبارها ايه. ما شاء الله، اختمرت وملت البولة بالشكل ده. يعني يا دوب على ما جهزنا الحشوة وشوحناها على النار، كانت العجينة اختمرت وتضاعف حجمها، يعني 20 أو 25 دقيقة وكانت جاهزة معانا. ولو مش مستخدمة طريقتنا دي في التخمير، هتاخد وقت طويل معاكي، مش أقل من ساعة ونص أو ساعتين. هنخرج منها الهواء ونبدأ نكورها مع بعض. حجم الكورة تقريبا حجم البيضة الكبيرة، وبالميزان حجم القطعة من 75 ل 80 جرام. عملت معايا 18 كورة تقريبا. ولو حابة تعمليها كبيرة عن كده شوية أو صغيرة، اعملي الحجم اللي يناسبك. ولو مش حابة تقرصيها زي ما أنا بعمل كده، اعملي العجينة رول وقطعيها بالسكينة لقطع متساوية، وبعد كده كوريها. اعملي السهل بالنسبة لك. أهم حاجة بعد ما بنخلصها خالص تشكيل بالشكل ده، لازم نغطيها كويس جدا علشان ما تنشفش أو تعمل قشر على الوش. هنريحها حوالي 10 دقايق، وبعد كده نشتغل فيها على طول. هناخد أول كورة ونفردها بسمك يكون متوسط، يعني مش تخينة قوي ولا رقيقة قوي. بتفرديها على شكل مستطيل بالشكل ده، وعلشان العجينة مخدومة ومرتاحة كويس فبتتفرد معانا بكل سهولة. وبنوزع الحشوة على العجينة وتكون باردة مش سخنة، ونحط عليها معلقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا أو الشيدر علشان تديني طعم ومطة حلوين جدا. وبالقطاعة أو أي سكينة عندك، وبنعمل لها فتحات بس مش للآخر، بنسيب حوالي سنتي أو سنتي ونص. وبعد كده بنلف أو نبرم العجينة بالشكل ده، وأي زوايد في الأطراف بنشيلها وبنقفلها على بعضها كويس جدا. شايفين ما شاء الله؟ طريقة سهلة وبسيطة وممتعة جدا. هشكل واحدة كمان علشان تكون سهلة معاكي. ولو حسيتي ان العجينة بتلزق معاكي شوية، افرديها على حاجة بسيطة جدا من الدقيق، وما تزوديش قوي في كمية الدقيق تحتها علشان الاطراف تقفل مع بعضها، وكمان لونها ما يغيرش. واضافة الجبنة مش اساسي معانا خالص، لو حابة تستغنى عنها مفيش اي مشكلة. وحشوة الفطاير مش مقتصرة على حشوة الخضار بس، ممكن تحشيها ميكس من الجبن، أو تحشيها لحمة مفرومة أو نوتيلا، أو ممكن كمان تسيبيها سادة. كله براحتك وعلى حسب ذوقك. وبنرص الفطائر في صاج مش مدهون أي حاجة خالص، وبنحطها على لحام العجينة، يعني بنخلي نهاية برمة العجينة لتحت علشان ما تفتحش منك أثناء التخمير. وبنسيب مسافة بين كل واحدة والتانية علشان حجمها بيزيد وبتضاعف أثناء التخمير وكمان التسوية. والصاج اللي بتخلصيه بتغطيه وتسيبيه على جنب لحد ما بتخلصي باقي الكمية. ويا دوب على ما بتخلصي اخر واحدة بيكون الصاج الاولاني خمر وجاهز معانا. اهم حاجة انك تخلي سمك العجينة وسط، يعني مش سميكة قوي ولا رفيعة قوي، وتوصي شوية بكمية الحشوة جواها، لان طعمها فعلا حاجة كده فوق الوصف. هنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وبعد ما خلصنا تشكيلها، هنجيب صفار البيضة اللي كنا شايلينه في الاول، وهنضيف عليه معلقتين كبار من الحليب وشوية فانيليا أو معلقة من الخل. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وهندهن بيهم وش الفطاير بتاعتنا. وما تقلقيش، ريحة البيض مش بتكون زهرة خالص، وبيدي للفطاير لون مميز جدا. ولو مش حابة تدهني بيض، ادهنيها بربع كوباية من الحليب وعليه معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، أو ربع كوباية مية وعليها معلقة صغيرة من السكر، هتديني برضو لون حلو جدا. وعلشان نزود من جمالها، هنوزع عليها شرايح من الزيتون الأسود أو الأخضر، وهنرش عليها رشة خفيفة جدا من حبة البركة أو السمسم، وهتكون ممتازة جدا. يلا بينا نعرف تفاصيل التسوية المظبوطة. لو هتسويها في فرن البوتاجاز أو الفرن الكهربائي، بتسخنيه قبلها ب10 دقايق، وبتحطيها في تاني رف من تحت على الشبكة على درجة حرارة 220،
وبتولعي من تحت بس لحد ما بياخد لون، وبعد كده بتولعي الشواية علشان ياخد لون ذهبي من فوق. ولو بتسويها في الفرن الغاز العادي بتكون الحرارة متوسطة أو أعلى شوية من المتوسط علشان الفطائر ما تنشفش منك، وبتكون مولعة من تحت وفوق مع بعض. وكل 3 دقايق غيري الصاجة على كل اتجاه شوية. الخطوة دي بتديكي لون موحد جدا وتسوية كمان مظبوطة. مدة التسوية من 12 ل 15 دقيقة، وبمجرد خروجها من الفرن غطيها لمدة دقيقتين أو 5 دقايق علشان ترد من حرارة الفرن. ما شاء الله، اللهم بارك على ريحتها، مالية البيت خير وبركة. وكمان تسويتها مظبوطة جدا ولونها كمان مميز. ما شاء الله، طرية وهشة وخفيفة، وطعمها وريحتها الله أكبر. من غير ما تشكرلك فيها كتير هسيبك تجربيها وتقولولي على رأيك فيها. هستناكي بكومنت حلو من ايديك الحلوين. وزي ما انت ملاحظة، ما شاء الله طرية جدا، والحشوة فيها متوزعة فيها كويس، وكمان بكمية حلوة، وطعمها والله العظيم اكتر من رائع. يا سلام بقى وهي سخنة، حاجة كده ما تتوصفش. ولو عاملة كمية كبيرة وعايزة تحتفظي بيها بتحطيها في اكياس محكمة الغلق بعد ما بتبرد تماما، وبتدخليها الفريزر، وبتخرجيها قبل الاكل بنص ساعة او ساعة، وبتسخنيها وبتكون بألف هنا. مشينا مع بعض خطوة بخطوة، وقلتلك على كل التكات وكل التفاصيل بكل حب وأمانة، وكل البدايل اللي ممكن تستخدميها وعلى حسب إمكانياتك والمتاح عندك. يا رب أكون قدرت أوصلك كل التفاصيل بطريقة سهلة وبسيطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون نال إعجابكم. يا ريت ما تنسوش لايك وشير لكل أصحابكم، وتشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفوها. أشوفكم على خير في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.